في إدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي ببدء بعض أنشطة تتصل بصناعات دفاعية بينها تصنيع مسيرات عسكرية، مؤكدا سعي المملكة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال. وأشار الوزير المغربي إلى أن استخدام طائرات مسيرة صغيرة من ضمن الوسائل المستعملة في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية. للمزيد ينضم إلينا من الرباط الباحث السياسي عباس الوردي. أستاذ عباس، مرحبا بك معنا في النافذة المغاربية. لو طبعنا في صورة برنامج تصنيع المسيرات ومتى سيرى النور برأيك؟ شكرا أخي الكريم على الاستضافة. بطبيعة الحال كما تعلمون فالأمن الداخلي للدول هو مقترن بتطور التكنولوجي، وهذا التوجه الذي ارتضته المملكة المغربية هي مسألة مرتبطة بتنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذلك بطبيعة الحال الخلايا النائمة كداعش وغيرها التي أصبحت تنشط بكثرة على المستوى الإقليمي وكذلك القاري، وخاصة في منطقة شمال إفريقيا. والآن هذا التوجه في إطار التصنيع في 3 إشارات أساسية. الإشارة الأولى هو أن المملكة المغربية تريد أن تلج نادي الكبار عبر استخدام هذه الآليات الجد متطورة والتي تتماشى والتطور التكنولوجيات الحديثة. النقطة الثانية هو أن للمملكة المغربية خبرة متراكمة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية وكذلك مراقبة الحدود من كل ما يمكن أن يمسها من شوائب يمكن أن تؤثر على الأمن الداخلي وحتى على المستوى الإقليمي. النقطة الثالثة هو أن المغرب يعتمد نهج بطبيعة الحال عصرنة وكذلك تدبير الترسانة العسكرية على أساس يساير التطورات التي تعرفها المنظومة الدولية وخاصة في بابها التكنولوجي. كما تعلم أخي الكريم فالآن الجريمة العابرة للقارات وكذلك الهجرة غير النظامية أصبحت تنشط بكثرة على مستوى العالم الأزرق، وبالتالي فالمؤسسة العسكرية المغربية تؤكد على جاهزيتها من أجل مواكبة هذه التطورات وكذلك التصنيع على مستوى أرض مغربية، لأن هناك مجموعة من البرامج التي تعنى بها الحكومة الحالية والتي على أساسها أخذت في ظل التوجهات الحديثة للمملكة المغربية على أن تصنع صناعات محلية، ومن بينها هذه الدرونات التي أصبحت تؤشر على رقابة للحدود وكذلك رقابة فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، خاصة على أن للمغرب شراكات في هذا الباب وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك البارز مع المملكة المغربية، وكذلك العلاقات المغربية الإسبانية التي بطبيعة الحال لا زالت تتراكم من خلال الخبرات التبادلية والتداولية بين البلدين في إطار إطراء النقاش حول البدائل الكفيلة. وبالتالي فالصناعة المغربية أصبحت تعول على هذا التطوير وكذلك بسواعد مغربية من أجل كذلك أن تواكب هذه التطورات كما قلت، وكذلك أن تساهم إلى جانب جميع الفرقاء الدوليين في القضاء على هذه الشوائب التي أصبحت بطبيعة الحال توجه أصبع بطبيعة الحال التكريس وكذلك التواجد خاصة بإفريقيا التي أصبحت تعيش على صفيح ساخن، وخاصة فيما يتعلق بنشاط هذه المجموعات خاصة الإرهابية وكذلك الجحافل العريضة من المهاجرين التي أصبحنا نرى. طيب أستاذ عباس، هنا في هذه النقطة يعني خصوصا فيما يتعلق اسمح لي على المقاطعة، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة الهجرة غير الشرعية، هناك حدود طويلة للمغرب، وبالتالي إلى أي حد طائرات من دون طيار أو المسيرات هذه تثبت نجاعتها في المراقبة بشكل دقيق؟ أخي الكريم، للمغرب أولا شراكات متينة في هذا الباب وخاصة مع الصين الشعبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل وغيرها من الشركاء الذين أصبحوا يتبادلون الخبرات مع المملكة المغربية على أساس تعزيز الأمن القومي وكذلك القضاء على مثل هكذا شوائب أصبحت تؤثر على الأمن والسلم الدولي. بالفعل هناك حدود طويلة وعريضة، وهذا هو بيت القصيد، لأن التكنولوجيا يمكن أن توصلك إلى بطبيعة الحال كبح جماح هذه الحركات التي تنشط بكثرة على مستوى الحدود وكذلك على مستوى البؤر التوترية، على عكس الوسائل التقليدية التي لم تصبح مسهمة في بلورة استراتيجية ناجعة وناجحة تسعى إلى مواكبة الأدوار التي تقوم بها الأمم المتحدة على أساس ضمان استتباب السلم والأمن الدولي. وبالتالي
هذه الدرونات وهذا كذلك الوسائل المسيرة ومن دون والطائرات بدون طيار فعلا قد أثبتت نجاعتها على مستوى أكثر من دولة. وهو المغرب الآن أصبح يوفر أرضية خصبة ويشجع الكفاءة المغربية على أن تلج إلى نادي الكبار كما قلت قبل قليل، وتصنع بسواعد مغربية هذا النوع من الآليات الجد متطورة والتي تسير عبر برامج تكنولوجية، وهذا هو الأيسر والأسهل. وكذلك أن تمكن جميع الفرقاء المجاليين وكذلك الدول التي تربطها مع المملكة المغربية إما شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف من الوصول إلى المعلومة، لأن كما تعلم أخي الكريم فالمعلومة الإلكترونية هي أيسر وأسهل من الوسائل التقليدية التي بطبيعة الحال أثبتت عن عدم نجاعتها، في حين أن الوسائل الإلكترونية قد أثبتت عن نجاعتها في إطار محاربة المشتركة للهجرة غير النظامية وغيرها من الأمور. والحال نحن الآن نرى ما وقع بتركيا مع الأسف، وبطبيعة الحال كل الأمور بطبيعة الحال أصبحت تؤشر على أن هناك بطبيعة الحال خلايا نائمة تنشط في أكثر من دولة، وبالتالي فهذه الوسائل الإلكترونية ستسهم لا محالة في بطبيعة الحال شد عضد الدول فيما بينها وتشبيك هذه العلاقات في إطار نظام معلوماتي، وكذلك يسهم في تعبئة الجميع من أجل القضاء على هذه المشاكل العويصة